حديثا رواه عباد بن عبد الله بن الزبير أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأسخت إليه فإذا به يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فإذا بها تورد لنا هذا الحديث. وروي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الموالي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير. قال: فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فعلمت أنه ذاهب، يعني كأنها إشارة إلى موت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم الرفيق الأعلى، ودعا الله تعالى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. ولعل الرفيق هنا إنما يكون من المرافقة، والمرافقة تكون من المزاملة، وتكون من المؤانسة، وتكون من التواجد مع من يرافق. الله تعالى يجل عن أن يشبه بمرافقة البشر، لأن الله تعالى أعلى من كل ما يجسم به المجسم، فهو سبحانه وتعالى الرفيق، ولكنه الرفيق الأعلى. والعرب يقولون بأن الرفيق عادة في البشر يكون من المرافقة، بحيث أنه يكون المرفق إلى المرفق، أي يكون قريبا منك، فيقال إنها مرافقة. ويقولون إن المرافقة أيضا من الرفق، رفق الطرف بالطرف. إنسان ترافقه في سفر، ترافقه في رحلة، ترافقه في عمل، فإذا كان منه الرفق بك وكان منك الرفق به تسمى مرافقة، وهذا موجود. لكن المرافقة الرفيق الأعلى مع الله سبحانه وتعالى يراد بها الأنس، ويراد بها الإكرام، ويراد بها الرحمة التي تشمل من يكون الله رفيقه الأعلى. هذا هو المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المرافقة وجود الإنسان في معية الله، هذا وجود ليس له حدود ولا لذة تشبهه، لأن هناك متعة ما بعدها متعة بوجود الإنسان مع الله وفي حضرة الله، والله تعالى هو المقصود أساسا وليست المعية. لأن بعض علمائنا يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وهما في الغار، قال إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ونفس الكلام الذي قاله سيدنا موسى عليه السلام حينما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قال: إن معي ربي سيهدين. الفرق بين قول النبي وقول سيدنا موسى هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمحبوب قبل أن يذكر المعية، فقال: إن الله معنا، وذكر الله أولا ثم ذكر المعية ثانيا. وأما سيدنا موسى قال كلا لقومه لما قالوا إنا لمدركون، قال كلا، ولكنه قال إن معي فذكر المعية، ثم ذكر ربي وذكر المحبوب بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في موقف أقرب وأرقى وأسمى من الموقف الذي كان فيه سيدنا موسى عليه السلام، مع أن كليهما كان معية مع الله، إلا أن هذا بدأ بالله وذكر المعية بعد ذلك فقال: إن الله معنا، وهذا قال ذكر المعية أولا وقال: إن معي ربي، وذكر المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك. فيكون إذن الإكرام والقرب الذي هو لذة ما بعدها لذة، وأعظم لذة هي النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. هذه
التي تكون أكبر متعة، لأن الجنة متعة، النعيم متعة، وعطاء الله تعالى الذي يتجدد في جنته متعة. ولكن الأمتع من هذا والأحسن والأكبر إنما هو رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا أحد يحجبك ولا يمنعك عن الرؤية للمولى سبحانه وتعالى. القرآن قال: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة بمعنى مشرقة متوهجة منيرة. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمعتزلة ينكرون الرؤية ويقولون الله تعالى لا يرى، ويحتجون بقول سيدنا موسى لربه لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فقوله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فقالوا إن ما دام قال له لن تراني فإن الله تعالى لن يرى، ولكنهم نسوا أن الله تعالى قال له لن تراني أنت، يعني أنك غير مهيئ لأن تراني في وجودك هذا الدنيوي. ولكن رؤية الله يوم القيامة شيء آخر، والإنشاء إنشاء آخر، التكوين تكوين آخر، والأعضاء التي تكون في الإنسان لها قابلية على أن تكون في مقام أعلى من مقامها في الدنيا. القرآن قال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، فجعل المرأة تشكل وهي عجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة عجوز قال لا تدخل الجنة عجوز، فبكت. فقال لها: أما سمعت قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، يعني فيه تركيب جديد، في صياغة جديدة للمرأة، فيكن أترابا في سن واحدة صغيرات. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والمرأة العارب هي المرأة التي تكون في سن الزواج، يعني كلهن سيصرن شابات، التكوين سيتغير والبنية ستتغير والتهيئة ستتغير. وكذلك الأمر بالنسبة للبشر، لأن الله تعالى ذكر والأنثى سيبعثه يوم القيامة وينشئه إنشاء جديدا، فيكون مهيئا لهذا المعنى. وابن عبد البر رحمه الله قال بأن الرفيق الأعلى المراد به أعلى الجنة، وقيل بأن الرفيق هذه الله تعالى هو الرفيق الأعلى. قال بعضهم إنها من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهذا لم يقل به أحد إلا القلة. ولكن ورد في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق، فقال إن الله رفيق. هنا الرفق رفيق من الرفق، والرفق من اللين وخفض الجناح والعطف والشفقة، هذا هو المعنى. فهي صفة دالة على هذه الرفيق الأعلى، صفة دالة عند البعض على الذات، وصفة دالة على العمل، أي أنه يرفق بعباده، إما أنه رفيق في ذاته وإما أنه يرفق بعباده، هذا أيضا موجود. والإمام الأزهري رحمه الله غلط هذا، قال هذا لا يستقيم. لكن الإمام الزرقاني قال تأويله بما يليق بكمال الله جائز، أن يؤول بما يليق بكمال المولى سبحانه وتعالى. ولعل الإمام السهيلي رحمه الله أيضا أشار في هذا المعنى إلى أن الحكمة من ختام كلام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول. قال آخر ما سمعت منه قال أسخت له سمعها، كان صوته خافتا فسمعته يقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قال الإمام السويلي بأن الحكمة من ختام النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بهذه الكلمة لأنها تتضمن التوحيد وتتضمن الذكر للموحد لله سبحانه وتعالى،
وتدل أيضا في نفس الوقت على عمار الشوق القلب بالشوق إلى الله، على امتلاء القلب شوقا إلى الله تعالى، ما دام يقول في آخر لحظاته. الناس عادة يسهون في هذا المقام ولا ينتبهون، وإنما ينزعجون ويخافون ويقع لهم الاضطراب في ذلك الموقف. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان واعيا بما يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وما زال يرددها إلى أن فاضت روحه إلى بارئها. فهذا الكلام دليل على أن اليقين كان يملأ قلبه صلى الله عليه وسلم امتلاء كاملا لا ريب فيه. وقد ذكر الإمام الواقدي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نطق بالكلام قال: الله أكبر. أول ما نطق صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية، وقد كانت ترافقه وتسمع ما يقول، فقال: أول ما نطق قال: الله أكبر، وآخر ما نطق: اللهم الرفيق الأعلى. فكان أول ما قاله تكبير الله، وآخر ما قاله الشوق إلى الله، فجمع الله تعالى له ما بينهما حكمة ونورا وسرا وقرآنا وإيمانا وثباتا ومقاما عال عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه في قضية تخيير الأنبياء، قالت: ما من نبي يموت إلا ويخير. هذا المقام الذي ذكرته السيدة عائشة، وهذا الحديث مروي أيضا في صحيح البخاري، صحيح مسلم، موجود في الصحيحين. قوله ما من نبي هنا تعم الرسل أيضا، لأن الرسل أنبياء، الرسل عادة يكونون أنبياء. أما الأنبياء فقد لا يكونون رسلا. ولهذا في علم التوحيد لما يتكلم علماؤنا في شرح فروعه، خاصة فيما ذكره بعض المالكية في شرح مقدمة ابن عاشر، يقولون بأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. هذه القاعدة التي يجب أن تعيها الأذن ويفهمها العقل، أن الرسل لا يكون رسولا إلا إذا كان نبيا. أما النبي فقد لا يرسل، قد لا يرسل إلى الناس تبقى نبوءته له، وهم كثيرون. فها هنا قال: لما قال ما من نبي ضم الكل، مثل ما وقع في الميراث لما ذكر أن إخوة أشقاء كانوا جاءوا لسيدنا عمر وهو على المنبر، إخوة أشقاء مع إخوة لأم، ولم يبقى لهم بعد الفريضة شيء. هناك زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم. قال: لما وزعت الفريضة الزوج يأخذ النصف حيث لا فرع وارث، يأخذ نصف التركة، والأم تأخذ السدس تكملة الثلثين، ويبقى الثلث للإخوة لأم لأنه فرضه لهم القرآن الكريم. إخوة لأم يأخذون الثلث يتقاسمونه بالسوية. هذا الذي فجاء الإخوة الأشقاء إلى سيدنا عمر يقول له: هب آبانا حجرا في اليم، ألسنا إخوة من أم واحدة؟ هم إخوتهم أشقاء، إخوة أشقاء وإخوة لأم. الإخوة الأشقاء لهم أب، والأخ لأم له أب، ولكن الأم واحدة، الأم واحدة. فقالوا: هب أبانا حجرا في اليم. وذكرت هذه المسألة، يسمى المسألة المنبرية، وتسمى اليمية، وتسمى الحمارية، وإلى الحجرية، يسمونها بعدة أسماء. وإن يكن زوج وأم ورثا، وإخوة للأم حازوا الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، وهذه المسألة المشتركة.
فقالوا له هب آبانا حجرا في اليم ألسنا إخوة من أم، فقسم عليهم جميعا الثلث. إخوة الأم والإخوة الأشقاء قسم عليهم جميعا الثلث لأنهم يشتركون في شيء واحد. وكذلك الرسل والأنبياء يشتركون في النبوة ولا يشتركون في الرسالة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فها هنا كأنه يقول ما من نبي أي ولا رسول، إذ كل رسول نبي. قالت سمعته يقول وقد أخذته بحة شديدة. البحة الشديدة هي الصوت، والبحة هذه كلمة عربية موجودة عند العرب يقولونها واستشهدوا لها. يقول أحدهم تقول وفي أتتني تؤنبني في البكاء فأهلا بها وبتأنيبها، تقول وفي صوتها بحة أتبكي بعين تراني بها، فقلت إذا استحسنت غيركم ذرفت الدموع لتأديبها. استعمل كلمة بحة. وها هنا سيدة عائشة قالت كانت في صوته، كان صلى الله عليه وسلم في صوته يعني في اللحظات الأخيرة أصبح صوته يخفت ويتغير، فقالت كان في صوته بحة شديدة، ولكنه كان يقول اللهم الرفيق الأعلى. فقالت عرفت أنه ذاهب، يعني هذا الدليل ما دام كان يشتاق إلى الرفيق الأعلى فكأنما كشف له الغطاء، وكان يرى مقامه صلى الله عليه وسلم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والحديد هو الدقيق الثاقب الذي يرى الأشياء على حقيقتها لا يحجب عنها، وكل إنسان هكذا عند الموت يرى، لما يقرر في أمره تنتقل الروح وهي خارجة إلى خالقها يكشف له فيرى ما لا يرى من هو جالس معه، قاعدون معه والمواسون له والعائدون له لا يرون ما يرى، ولكنه يرى ما لا يرون. فكان يقول اللهم الرفيق الأعلى. وقد روي أيضا عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن أبي مويهة رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض. إنني أوتيت يعني لو أراد المال وأراد المتعة لا أعطيها. قال إنني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة. هذه عطاءات على الخيار أعطاها الله تعالى له. أوتيت مفاتيح الأرض، لو أراد أن يكون أغنى الناس لصار، ولكنه لم يكن. البوصيري رحمه الله يقول وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. لكنه ذكر قال وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. فهو صلى الله عليه وسلم كان قد أوتي المفاتيح، مفاتيح الأرض، ولكنه ما أرادها، أرادته وما أرادها. كما قال مرة سيدنا عثمان يتكلم عن الراشدين اللذين قبله العمران سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، يتكلم عنهما وعن نفسه. قال أما أبو بكر فرجل لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، لا هو أرادها ولا هي أرادته، بينه وبينها قطيعة، لا هو يريدها ولا هي تريده. وأما عمر فرجل أرادته الدنيا ولم يردها، جاءت تدق الباب عليه تريده ولكنه لم يردها. قال أما نحن، تواضعا منه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، قال أما نحن فرتعنا فيها يمنة ويسرى رضي الله تعالى عنه، ولكنه لم يكن كذلك، كان قد فعل ما لم يفعله غيره بماله. هو كما عبر الشيخ محمد أبو زهرة قال جعل بيته وماله سيدنا عثمان رضي الله عنه هو بيت مال المسلمين، جيش منه الجيوش، جيش العسرة، وحفر بئر أريس، واشترى بئر معونة،
وتصدقا ب20 وفي رواية عند البيهقي ب25,000 درهم اشتراها أرضا وسع بها المسجد النبوي. 1000 ناقة جاءت بحمولتها، وجاءوا التجار يسألونه أن يعطوه ضعفها فأبى، وضعفين فأبى، وثلاثة فأبى. وقالوا له نحن تجار، قال هناك من أعطاني أكثر. فقالوا ومن أعطاك؟ قال الله تعالى أعطاني بالحسنة 10 أمثالها، فأنا أعطيها في سبيل الله. فأعطاها في سبيل الله كاملة، وهي ثروة كبيرة. فهو حينما قال أما نحن فنرتع فيها يمنة ويسرى، هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه، من التواضع. وما الصحابة كلهم هؤلاء الراشدون ما كانت الدنيا في بالهم، ولا كانوا يطلبون، كانت هي تدق عليهم الباب ولا يريدونها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر حظا في هذه الدنيا لو أراد، ولكنه لم يرد صلى الله عليه وسلم. قال فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة، بين المفاتيح وبين الخلد، وبين الخلد مع الجنة. قال والخلد ثم الجنة، يعني يخلد ويدخل إلى الجنة، والله يلتحق بالرفيق الأعلى ويدخل إلى الجنة. فاختار ما بين الخلد والانتقال، اختار الانتقال على الخلود، لأنه لا أحد يخلد. من الذي خلد في هذه الدنيا؟ الناس جميعا يذهبون إلى الله تعالى، ولا أحد يبقى، لأن الحكم المنية أنها تأتي على البشر كلهم، لا أحد يمنع منها. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جبلت على كدر وأنت تريدها، خلوا من الآفات والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فإذا أردت المستحيل فإنما تبني البناء على حفير هاري، والعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. فتركضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. عمرك، شبابك، صحتك، رزقك، مالك عارية، أمانة عندك سلفها الله لك، في يوم من الأيام ستؤخذ منك لا محالة. ولهذا قال خيرت أن أبقى وبين الرفيق الأعلى، فاخترت الرفيق الأعلى. وفي رواية ثانية خيرت أن أبقى حتى أرى ما يفتح الله تعالى على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل. قال لو أراد أن يبقى حتى سيدنا عمر، وقد قلناها مرة، قال لما قال ليس البكاء وإن أطيل بمقنعي، الخطب لما مات النبي، الخطب أكبر قيمة من أدمعي، تالله ما جار الزمان ولا اعتدى بأجل من هذا المصاب وأوجعي. ذهب الرسول فأظلمت كل الدنا، والخطب والحزن حل بكل قلب موجع، ما زال بالقرآن فينا هاديا يهدي الأنام بنوره المتشاشع. فقال من قال إن محمدا قد مات، وقد قلنا هذا مرة، ضربت رأسه، إلى أن وقف سيدنا أبو بكر وأرجعه إلى صوابه وعلمه أن النبي يموت كما يموت سائر البشر، والله تعالى ذكرها في القرآن. قالوا إنك ميت وإنهم ميتون، وقالوا ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فوفاته لا محالة منها، لا بد أن تكون، لكنه وهو خليفة بعد موت النبي وموت سيدنا أبي بكر وتوليه الخلافة، كان يمشي مع سيدنا عبد الله بن عباس، فتذكر يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يا عبد الله بن عباس أتدري لماذا قلت ذلك؟ لماذا قلت من قال إن رسول الله قد مات ضربت عنقه؟ قال لأنني ظننتها رجعة كرجعة موسى عليه السلام، أن سيدنا موسى ذهب ليناجي ربه 30 ليلة ثم أتممناها ب10، فناجى الله تعالى ورجع، ذهب إلى ربه ورجع. قال ظننتها رجعة كرجعة موسى. ولقد قرأت قول الله تعالى
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال فظننت أن قوله ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه يشهد على آخرنا، يعني يبقى إلى آخر صحابي يشهد عليهم، هؤلاء الذين خوطبوا بالآية، خوطبوا بالوحي. قال ظننت أنه يبقى حتى نفنى جميعا، لما يفنى الجيل يذهب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تأويل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه.